ملك حلقتنا النهاردة الملك الذهبي توت عنخ آتون. الملك توت عنخ آتون اللي غير اسمه لما اعتلى العرش وأصبح توت عنخ آمون. ومن خلال دراسة آثار توت عنخ آمون وعصره، فاحنا بنجد إنه بالرغم من إن هو كان شاب صغير السن ضعيف البنية، فإن مصر أخذت بتنهض من كبوتها وبتستأنف حياتها العادية في عصره. حظي بشهرة عظيمة وخلد التاريخ اسمه بسبب اكتشاف مقبرته سنة 1922 بواسطة هوارد كارتر، اللي كان ليه ضوء هائل في جميع أنحاء العالم، نظرا لمحاويته من آثار وكنوز بتعد من أثمن محتويات المتحف المصري، ولأنها اكتشفت عن طريق الصدفة، فعثر على محتوياتها كاملة ومصنوعة من الذهب الخالص. اعتنى الحكم وهو حديث السن، لكنه لم يعمر طويلا، إذ إنه مات بعد أن حكم 18 سنة تقريبا. وبدأ توت عنخ آمون إن هو يقوم بإصلاح المعابد، وانشغل المهندسون أولا في إصلاح ما تخرب في أيام إخناتون، ثم أخذوا إن هما بيشيدوا في معابد في جهات متعددة في مصر، في شمالها وفي جنوبها. لم يقتصر الأمر على طيبة بس، بل تعداها المنف ومنطقة أهرام الجيزة والنوبة، وأعادوا اسم الإله آمون على الآثار التي محي من عليها. ولسنا في حاجة لتفكير طويل لندرك إن ما خلفته حركة إخناتون من انقسام وعداوات ده جعل مهمة تنظيم داخلية البلاد أمر غير سهل، وإن الأمر كان محتاج لشخص قوي حازم يضرب ضربة قوية لإصلاح كل ما فسد. لكن توت عنخ آمون كان صغير السن، وكانت الأمور بتتجه نحو كهنة آمون اللي خرجوا منتصرين من صراعهم مع إخناتون. كما اتجهت الأمور أيضا لتركيز السلطة في أيدي الذين شملهم اضطهاد إخناتون، فبدأوا بدورهم بيضطهدون من اضطهدهم من قبل. أما بقى عن الفن، فظل الفن على ازدهاره، ودفن الملك توت عنخ آمون في قبر صغير ربما كان قد أعدوه لغيره من الملوك، وملأوا حجراته الأربع وكدسوا فيها الأساس وما اعتادوا وضعه من الملوك تكديسا، ولونوا بعض الجدران على وجه السرعة. ونحن إذ نقف اليوم في هذا القبر الصغير بتستولى علينا الدهشة، وبنسأل نفسنا ازاي اتسعت هذه المساحة لما نراه في قاعات المتحف المصري من آثار كثيرة، وكيف يتلائم هذا القبر المتواضع مع ذلك الأساس الفخم الكثير. لكن هذا التعجب لا يلبث أن يزول عندما نفكر في أن الملك توت عنخ آمون لم يكن قد أعد لنفسه قبرا ملائم، فلما مات في هذا السن المبكر وضعه مع جثمانه بعض الأساس الجنائزي والكثير من المتاع الشخصي للملك في ذلك القبر الغير ملائم.